يا صباح الفل والورد والنشاط. النهارده للاسف صحيت متاخر، بس هعمل ايه بقى؟ قلت ادخل على المطبخ على طول، سبت البيت وحتى ما فطرتش. بصراحه عملت كده كوبايه نسكافيه بسرعه وكلت جنبها حكايه، وما قدرتش اصور الحته دي. قلت انجز معاكم بسرعه عشان ندخل بقى على التقيل. المهم دخلت على المواعين، كان في مواعين بقى بتاعه الفطار واللبن وكده. قلت اخلصها الاول، لان انتوا عارفين ان احنا لما نيجي نقف في المطبخ والمطبخ نضيف بجد بتفرق جدا، بتلاقي نفسك بتخلصي الاكل بسرعه والدنيا حواليكي رايقه كده ومبتبقيش مضغوطه. عايزه اقول لكم ان البوتاجاز كمان كنت سايباه بصراحه قبليها بيوم مش متروق ومش نظيف، فبرضه هعمله معاكم. اول حاجه اعملي المواعين اللي في الحوض، اللي هي مواعين الفطار، او لو في شويه من مواعين العشاء، علشان الحوض لما بيفضى خلاص انتي بتحسي ان انتي رقتي كده. وانا واقفه بقى بعمل مواعين الفطار كنت بسلق المكرونه، علشان النهارده هنعمل مع بعض صينيه مكرونه بشاميل، وكمان هنعمل مع بعض آم، ستريبس. وكل ده هنعمله بنص بنيه. طبعا البنيه غالي والاسعار كلها بقت نار، فكلنا بنحاول نوفر على قد ما نقدر. ودي مش حاجه وحشه ابدا، بالعكس، يعني كل ست بيت لو تقدر توفر توفر، وفي نفس الوقت تعمل اكل مفيد ومغذي لولادها. فانا النهارده سلقت بقى المكرونه بتاعتي، يعني سلقت اقل من نص كيلو كده. وهوريكم ازاي ان شاء الله بنص كيلو بانيه عملنا ستريبس وعملنا صينيه مكرونه تحفه جدا. طبعا بقى بنزود الحشوه بالزيتون والفلفل والطماطم، والله بيكون طعمها حلو. وفي نفس الوقت انتي زي زودتي قيمه غذائيه لاولادك بقى لو في ولاد صغيرين، وحطيتي فلفل وزيتون وطماطم وكل الحاجات دي، خضار هيدي طعم حلو. اصلا في الوقت اللي احنا فيه ده في ناس بتعمل بصل كده بالكبد والقوانص. بس بصراحة انا بحس ان الكبد والقوانص مش احسن حاجة ومش اي حد بيحبها، لانها بتكون زفرة. فمش عارفة بقى انا بس اللي كده ولا ايه. فالافضل ان احنا ايه نحط كمية قليلة بدل ما نستخدم كبد وقوانص. المهم ده كان نص بانيه وازيد يعني كان الميزان طابب، يعني 500 جرام مثلا وحاجة بسيطة كده. المهم ان انا نقعته طبعا في مية وخل، وبعد كده ابتديت اقطع الحتت اللي بتطلع معاكي سليمه وماسكه نفسها، دي هنسيبها للستريبس. في حتت وانتي بتقطعي كده بتبقى اصلا مهريه، دي بقى خلاص هنسيبها ايه لحشوه البشاميل. تمام. والله بصوا يعني بجد النص ما شاء الله كان فيه بركه، طبعا البركه قبل اي حاجه، بس والله كان فيه بركه والحشوه كانت طعمها تحفه جدا. انا كمان بقيت بحب المكرونه البشاميل. هي طبعا كده بقت قلبت نجريسكو، بس مش نجريسكو قوي يعني، بس بحسها اخف من اللحمه المفرومه، خصوصا لما بتحطي للفراخ زيتون بقى وفلفل وطماطم، بيكون طعمها حلو جدا مع شويه طبعا التوابل بتاعتنا، فبتكون حلوه قوي. المهم هنا بقطع معاكم زي ما قلت لكم، بنحط بقى ايه الحتت الماسكه نفسها دي بنخليها للستريبس، والحتت اللي بنلاقيها بتتهري معانا بنقطعها للايه لحشوه المكرونه وكده. طبعا هنزود مش بس اللي يتهري معانا، لا هنزود كده ايه بحيث ان احنا نلاقي يعني اقل من الربع، يعني خلوا الستريبس اكتر. الحشوه كده كده هتزيد بالحاجات اللي احنا هنضيفها. تمام. ده اللي انا طلعته للستريبس وده اللي انا طلعته للحشوه. بصوا بقى هجيب بصلتين كده متوسطين، والكيس ده بقى حطوه جنبكم، حطوه جنبكم وانتوا بتطبخوا كده كيس لموا فيه كل الحاجات اللي بتطلع من الاكل، قشر البصل، قشر الطماطم، قشر الفلفل، بحيث ان انتي تخلصي تلاقي الدنيا حواليكي رايقه. ما تضطريش ان انتي تنضفي حواليكي، لا انتي اصلا خلاص مخلصه والدنيا الحمد لله رايقه. المره دي بقى قلت مش هطلع الكبه، مش هعمل اي حاجه في الخلاط، عايزه انجز ومش عايزه اطلع مواعين كتير. فخرطت البصل على ايدي. بس حاولي بقى تقطعيه كده ايه حتت صغيره، واحسن كمان لو تقطعيه على البلانشه. انا كنت مستعجله قوي بصراحه لاني كنت صاحيه متاخر ويحيى جه من المدرسه، ويعني بصوا اليوم ده كنت عايزه اخلص باي طريقه، فكنت بحاول انجز على قد ما اقدر، ما طلعتش الكبه وكده. المهم كده هنا بقى بعد سبت البصله تتشوح، وعقبال ما البصله تتشوح تعالوا نعمل الخلطه بتاعه الستريبس. حطيت معلقتين كده كبار من الصويا صوص، معلقه دبس رمان، بس طبعا احنا في الشتاء فهو تقيل جدا وبينزل بالعافيه. وحطيت معلقه من الصلصه. في الصيف بتحسوا ان دبس الرمان بيبقى سايب معاكم كده شويه، مع ان انا هنا مش حاطاه في التلاجة ولا حاجه، يعني حطاه في ظرفه الرخامه، بس برضو علشان الجو ساقع فهو ماسك قوي. المهم هنا بقى ايه كانت ايدي في الحاجتين، حطيت بقى البانيه بتاعي او الشاورما بقى بتاعتي، حطيتها على البصل ونزلت عليها بالتوابل ملح وفلفل، وبحط بقى بهارات فراخ وكاري وكركم. يعني ظبطي بقى التوابل على قد ما تقدري كده،
وسيبيها شوحيها وسيبيها كده مع بعضها. هنا بقى بقيه التتبيله حطيت مكعب مرقه، وحطيت بصل باودر وتوم باودر، وحطيت بابريكا، وحطيت برضو بهارات فراخ، وشويه بقى من اللبن ده انا خدت من الكيلو بتاع البشاميل. الصينيه بتاخد كيلو علشان تطلع البشاميل بتاعها مظبوط. ومش بنغلي اللبن بقى، تمام؟ يعني انا سايباه ساقع كده جنبي، مش هغليه لان كده كده هو هيغلي في البشاميل. اخدت منه بس شويه صغيرين كده زي ما انتم شايفين للستريبس، وقلبته كده مع بعض كويس. وبعدين هحط معلقتين 3 كده من الدقيق لحد ما الخلطه تمسك شويه. تمام كده خلصنا خلطه الستريبس، نسيبها على جنب كده. واحسن ان احنا نقليها وقت الاكل على طول، لان طبعا الستريبس مش بياخد اي وقت لانه هو شرايح رفيعه، فما بتاخدش اي وقت خالص. فالاحسن ان انت تحمريها بعد ما صينيه المكرونه البشاميل تكون خلاص كده على وشك. هنا بقى نزلت بفلفل ونزلت بزيتون على الفراخ بتاعتنا، ونزلت بطماطمايه كده كبيره او طماطميتين صغيرين، ومعلقه صلصه صغيره خالص. والتوابل برضو زوديها بقى، حطي كاري وكركم والتوابل اللي انتي بتحبيها في الفراخ. انا بحب قوي في الفراخ احط كاري كركم بهارات فراخ، يعني بحب اظبطها كده. نقلتها بقى على عين واطيه وسبتها، هديت عليها النار خالص علشان الخضار ينزل بقى ميته فيها ويسوي الفراخ ويمتزجوا كده مع بعض عقبال ما احنا نعمل البشاميل بتاعنا. حطيت بقى هنا معلقتين كده من الزيت ومعلقه من الزبده، وحطيت 6 معالق من الدقيق. تمام. بصوا طالما الدقيق تحسوه كده سايب في السمنه يبقى هو كده تمام، في الزبده يعني يبقى هو كده تمام. واللبن لازم تحطوه ساقع. تمام كده كده البشاميل عمره ما هيكتل معاكي. حطي بقى شويه ملح وفلفل وسنه قرفه بس، يعني البشاميل بصراحه مش بزود له توابل كتير. هنا بقى دي القشطه اللي انا ببقى مجمعاها من وش اللبن، بشيلها من وش اللبن واشيلها في الفريزر، بستخدمها بقى في البشاميل وام علي. بصوا بتنفع في حاجات كتير قوي. فبجد بعد ما تغلوا اللبن سيبوه كده ليله كامله يا ريت، وبعدين تشيلي وشه وتحطيه كده في برطمان في الفريزر. هتستخدميه في حاجات ياما قوي. وفي ناس بتجمعه كتير وبتعمله سمنه، بس بصراحه انا مش بيتجمع معايا كتير قوي، لاني بستخدمه على طول في ام علي وفي البشاميل وفي الحاجات دي وفي رز بلبن وكده. المهم هنا بقى ايه، استخدمت صينيه كبيره، حسيت ان هي كبيره قوي، بس يعني يا ريتني عملت فيها، لان اكبر صينيه في البايركس هي اللي بتاخد نص البشاميل. فلما عملت في المتوسطه للاسف البشاميل يعني ما كانش ليه مكان كده، يعني فاهمين؟ فما تغلطوش الغلطه دي، انا ما حبيتش اشيلها في المونتاج عشان اوريها لكم. انا كنت هستخدم الصينيه الكبيره اللي انتوا شايفينها دي، واستخدمت الاصغر منها شويه، بس فرقت بصراحه. حطيت طبقه من البشاميل وطبقه من المكرونه، وطبعا حطيت عليها شويه صوص، وبعدين حطيت الحشوه. شايفين الحشوه بقى كان لونها جميل واتشربت ازاي؟ والله والله كان طعمها تحفه جدا، يعني كانه مش ربع بني، كانه اكتر. وظبطت بقى الدنيا، حطيت المكرونه الطبقه التانية، ودي شويه موتزاريلا كان نوعها مش حلو قوي فكنت شايلاهم، قلت احطهم بقى على المكرونه، يعني ما كانش تنفع بيتزا خالص. المهم ونزلت بقى بالبشاميل. هو كان خفيف، وانا كنت قصده المره دي عشان كنت عايزاه بقى كده ايه اللي هو مش ما تبقاش ماسكه. يعني ساعات بيبقى ليا مزاج قوي للمكرونه ان هي تكون كده يعني زي ايه ملظلظه كده فاهمين؟ اللي هو الصوص يكون سايح كده ويبقى طعمها حلو قوي قوي. بحب الطريقه دي. لو بتحبوا تطلع خرطه بخرطتها عادي برضو سيبوا البشاميل يكون خفيف، بس سيبوها تهدى خالص وانتوا بتقطعوها. هنا بقى كنت بحط البشاميل باعجوبه علشان فعلا الصينيه كانت صغيره جدا، فاوعوا تغلطوا الغلطه دي. طبعا الصواني البايركس هما بيبقوا 3، اعملوا نص، يعني لو هو اصلا كان اقل من نص مكرونه يعني، بس برضو كانت محتاجه اكبر صينيه في طقم البايركس. تمام. هنا بقى حاولت امسحها كده بالمناديل وظبطتها، وبعد كده رشيت عليها رشه بقى جبنه شيدر على تركي اللي هي بتبقى مبشوره دي جاهزه، كانت عندي من الشهر اللي فات يعني يا جماعه لسه وحطيتها على الوش وهدخلها بقى الفرن. طبعا ما بتغيبش خالص في الفرن. دي برضو جبنه موتزاريلا قطع كانت عندي، رحت حطاها وهدخلها بقى الفرن. تمام. هي متاخدش في الفرن اكتر من تلت ساعه لان كل حاجه مستويه، بس انا بحب اشغلها تحت وفوق، يعني بحطها في الفرن الكهرباء على في الرف الاوسط وافتح تحت وفوق. مش بشغل الشوايه بس زي ما الناس بتعمل. بحس برضو ان لما بتدخل الفرن وتشتغل عليها من تحت وفوق بتمتزج كده مع بعضها، مش الوش يتحمر وخلاص. احنا بندخلها الفرن عشان تحسوا ان كل حاجه اخدت من بعض كده، فاهمين؟ فتلت ساعه حلوه قوي، ولا هي يعني زادت ولا هي هتبقى طولت، يعني تلت ساعه مظبوط قوي. وهتلاقوا الوش احمر وكله تمام. عملت بقى طبق سلطه كده بسرعه، قطعته كروكي يعني زي المطاعم. قطعت الفلفل كده كبير شويه والخيار والطماطم، وعصرت عليهم ليمون، وحطيت ملح وفلفل وبس كده، وكان طبق سلطه تحفه. اكلناه كده بالشوكه مع المكرونه والستريبس.
بصوا والله العظيم كانت اكله حلوه قوي قوي ومكتمله، فيها خضار وفيها بروتين وفيها نشويات، فاعملوها يعني. وفي نفس الوقت حتى خصوصا لو افراد الاسره احنا 3، انا ويحيى وبابا، فبصراحه يعني كانت حلوه جدا. المكرونه كمان اتبقت، بس بقى المكرونه شايفين سايحه ازاي، وكانت انا جوعت تاني يعني هخلص الفيديو واقوم احط حته بقى، مش قادره خلاص. المهم هنا ايه، غرفت بقى الاطباق وغرفت الستريبس والسلطه، وبس كده. ده كان الغدا النهارده والحمد لله كان حلو قوي. حاولوا بقى الفتره الجايه تعملوا وصفات على قد ما تقدروا يعني موفره، علشان الاسعار فعلا بقت صعبه، ربنا يعين الجميع يا رب. بعد كده بقى كانوا نزلوا، هي جابوا بقى، كان نفسي بصراحه جدا اجربها اللي هي القشطوطه، فجربت القشطوطه وجربت كمان معاها البسبوسه. انا كنت مجرباها بصراحه قبل كده حاجه كنافه وبسبوسه، بس حبيت اوريها لكم. كنافه قطعه كده من كنافه من البسبوسه بالقشطه، وقطعه من المدلع. بصوا يعني الحاجتين دول عند كنافه وبسبوسه بحسهم احلى حاجتين، اللي هي المدلعه والبسبوسه بالقشطه. والقشطوطه هقول لكم بصراحه طلعت تحفه يعني، حلوه جدا. بس عادي ممكن تتعمل في البيت، هي كيكه باللبن وبتحطي عليها كريم شانتيه وكراميل، تمام، بس هي حلوه قوي طعمها تحفه. انا بقى بعد ما اكلت ما كنتش قادره بصراحه اكل الحلو، فسبته كده بالليل وعملته كده مع كوبايه نسكافيه بعد ما يحيى نام وكتبنا الهوم وورك وخلصنا كل حاجه، وكلته في الروقان. يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه اي حاجه. اشوفكم في فيديو جديد على خير.